ترتدي نجاة نقابها منذ 16 سنة، تحكي كيف اعتادت على نظرات السخرية من الآخرين بسبب لباسها، كما لا تخفي خشيتها أن يتطور قرار منع بيع البرقع إلى حظر شامل لارتدائه مستقبلا، حيث ستعود مضطرة كما تقول إلى الألبسة التقليدية. درتو طاعة الله، درتو زعما خوفا من الله صافي، ولكن كل واحد وعلاش دايره، واحد دايرو كيشفر به، واحد دايرو كيكونيت كيهدد به الانسان، ونهار يخرج قرار ويبغيو يحيدوه نرجعوا النقاب الاول ديال الجلابه والنقاب اللي كانوا بكري. أثار قرار السلطات المحلية منع بيع البرقع في عدد من المدن المغربية حالة من الجدل والانقسام، حيث رأى مؤيدوه تحقيقا لحاجة أمنية ملحة وتخلصا من ثقافة يصفونها بالدخيلة والمستوردة. المغرب يتوفر على ترسانة كافية من الألبسة الحضارية التي تعوض هذا البرقع الدخيل على بلادنا، وأيضا لأنه يستجيب لمطلبين لطالما عبر عنه حقوقيون كثر بأنه عدد كبير من المجرمين أو الإرهابيين يتسترون في هذا البرقع الأفغاني. واعتبر حقوقيون المنع غير قانوني لكونه صادرا عن كبار الموظفين في وزارة الداخلية محليا، وليس عبر تشريع أو تعديل في القانون صادق عليه البرلمان. نحن في المغرب نؤكد على ضرورة احترام الحياة الخاصة للمرأة، وأن ترتدي ما تراه مناسبا لقناعاتها ولأفكارها ولتوجهاتها ولمرجعيتها، فحقوق الإنسان الكونية هي أن تحترم قناعات الأشخاص نساء أو رجال في فكرهم وجنسهم وطريقة ارتدائهم لملابسهم. وكانت السلطات المحلية قد أمهلت المنتجين والمسوقين للبرقع 48 ساعة من أجل التخلص من مخزونهم تحت طائلة الحجز دون تحديد لشكل هذا الثوب، وهو ما يفتح المجال لاجتهاد المكلفين بتطبيق القرار. بين مرحب ورافض ينقسم الشارع المغربي حول قرار منع بيع البرقع، فيما يحذر آخرون من أن يكون القرار مقدمة للتدخل في الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور بحجج الدواعي الأمنية. نسأت ياسين، الجزيرة، الرباط.